اوعي. انت بتعمل ايه هنا يا محمد؟ وانا قلت لك مش هنزل تليفوني. ابعد عني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. عاملين ايه يا احلى شبيحه في الدنيا؟ ثانيه واحده بس، ايه نطفي صوت المزعج بتاع المروحه ده، عارف ان هو عامل من صوت مزعج، انا عارف. ثانيه واحده. متخيلين كلمه المأساواه ان احنا قاعدين بنصور من غير مروحه والجو حر؟ فايه يعني قدروا ده دلوقتي كده. انزلوا اعملوا سبسكرايب في القناه او اشتراك ولايك برايك بقى وكومنت برايك بالفيديو عشان بحبك بعد اذنك. يعني وصلوا الفيديو ده حتى ل 200 لايك. يعني انا ما بقولش 1000 واحد عنده 26000 متابع، ما بقولكش وصل الفيديو ل 1000 لايك، وصله ل 200 لايك يا اسطى بعد اذنك. يعني ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه. طيب فيديو النهارده عن الاسطوره اللي كان ماسك ترندات مصر كلها، جبس مصر. جبس مصر الله اعلم، قبل ما ابدا الفيديو اهو بقول الله اعلم، هل هو بيعمل مسلسل جديد عشان يرجع للترند تاني ولا الموضوع حقيقي؟ بس انا مش عارف ليه حاسس الموضوع ممكن يقلب حقيقه، بس في شويه اثباتات كده ممكن نشوفها مع بعضينا نعرف منهم ان الموضوع ممكن يبقى فيك. انا بقول الله اعلم من اول الفيديو عشان محدش يقول لي انت بتكذب ولا انت زياط او الكلام ده كله. طيب جبس مصر يعني من فتره صغيره كده، من كام يوم، انا والله العظيم شفت الترند ده بالصدفه، تمام؟ يعني انا كنتش متابع، انا شفته بالصدفه من كام يوم فاتوا. شفت على التيك توك فيديو كده لمسلم وهي داخله بتقتحم شقه ولقت جواها جبس مصر ومع واحده غريبه كده، قال ايه بيخونها، فجبس مصر بيخون مسلم. تعالى كده نبص بالسرعه كده يعني عشان ننجز الفيديو مع بعضينا، نخش نشوف الفيديو ده مع بعض ونرجع تاني. اوعي. انت بتعمل ايه هنا يا محمد؟ ومين دي؟ هو ده الشغل اللي انت بتروحه؟ مش هنزل التليفون الا ما تعرفني مين دي. مش هنزل التليفون، هيفيدني في حاجات كتير جدا، هيفيدني بدليل خيانتك، متعلمه منك. وانا قلت لك مش هنزل التليفون. ابعد عني. ابعد عني. انجليزي محمد دي اجنبيه. بابا دي أجنبية ما شاء الله. نعم. أندم إيه بعد اللي أنا شايفاه دلوقتي؟ أندم إيه بعد السنين اللي ضيعتها عشانك؟ وجاي بتقولي تندمي؟ يا ابني ده أنت كل الناس كانت بتنهش في لحمك وتسرق في فلوسك، ويوم ما جيت وقعت محدش مسك إيدك غيري، محدش خليك تبطل المخدرات وتروح الجيم غيري، محدش صلح حالك غيري، وده جزائي؟ خيانتك مع دي ده يبقى جزائي؟ بيتنا لسه بتقول بيتنا؟ حلمك واسع قوي. شايفني ما عنديش كرامة؟ انت لو عندك كرامة طلقني بدل وربنا راح اخلعك بالفيديو ده. شكلك هيبقى زبالة اكتر ما هو زبالة لما الناس تشوف الفيديو ده. يا شيخ عيب، يا شيخ عيب، ده انت عندك ولدين. انزل الفيديو؟ انا ماشية عشان سايبة العيال لوحدهم، بس قبل ما امشي عاوزة اقولك على حاجة. اتفوق على العشرة اللي عشتها معاك، اشبعي بيه. طيب كلنا شفنا الفيديو ده، وطبعا شفنا اللي حصل فيه، وطبعا شفنا جبس عمال يقول لها اقفلي الكاميرا ومش اقفلي الكاميرا، وجبس عريان ومع واحده في الشقه لوحده، وام سليم اقتحمت الشقه وشافتهم مع بعض. تمام. ام سليم طبعا كانت بتقول ان هي رافعه الفيديو ده، والفيديو ده اتمسح من عندها مبدئيا كده، الفيديو اتمسح من عندها. فبيقول لك بقى بسبب ان مش عارف ابوه تواصل مع ابوها وايه اللي حصل. المهم ان هي مسحت الفيديو عشان دي المفروض ان هي فضيحه لجبس مصر. المفروض ان هم بيقولوا ان هي فضيحه، وبعدها على طول جبس مصر صور مقلب في الشقه بنفس الموضوع لجبس مصر مع اللي كانت معاه، اللي بعد كده رجع قال لك دي مراتي، وصور مقلب في الشقه معاهم بنفس الوضعيه اللي هم كانوا بيقولوا عليها ان هي فضيحه، والمقلب اللي هو ده. طب شو؟ انا عمري ما الناس عملت معايا كده، انا كل الناس كانت بتحبني، كل الناس حرفيا ما حدش يشيل الشارع لما يتصور معايا. حلو، عشان يرجع حبك للعالم تنفصل. هل بيريحك؟ هو هيريح العالم. خلاص اوكي جبس. لا اقعدي جبس نو يا جبس خلاص.
طيب بعد ما شفنا المقلب، طبعا انا بحاول الخص لكم الموضوع وبحاول اشوف الموضوع اللي حصل لجبس مصر والمسلمين، هل بقى الموضوع ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ طيب احنا دخلنا عند مسلم كده على التيك توك بتاعها عشان نبص نظره سريعه. طيب زي ما شفنا كده الاكونت بتاع مسلم اللي على التيك توك مليان بفيديوهاتها هي وجبس مصر. ده لو فعلا يعني معلش حط نفسك في الموقف، حط نفسك في هذا الموقف انت بقى عامه. يعني خلينا نتكلم مع البنات شخصيا في الموقف ده، لو لقيتي مثلا جوزك بيخونك ومتجوز عليكي وحوار زي ده، هل هتفضلي سايبه فيديوهاتك اللي تربطك بينك وبينه على التيك توك او على المنصات بتاعتك؟ ده لو انت مثلا انفلونسر بقى او بتعملي فيديوهات عامه، حتى لو مش انفلونسر ولا بتعملي فيديوهات، انت حتى مش هتسيبي صور تفتكريها على التليفون بتاعك. يعني مش هتسيبي صور وتفتكري بها، يعني خلاص الموضوع ان انا قفشته، انا ده بيخوني، اكيد مش هسيب حاجه تربطني بينه وبينه. اذا كان بقى على موبايلي على اكونتاتي، ده حتى هو شخصيا بيقول لك يعني عملت لي بلوكات على كل حاجه، لسه فيديوهات زي ما هي، يعني الشغل ما بينهم داير زي ما هو، ولسه في حاجات بتربطهم بيهم اهو زي ما احنا شايفين دلوقتي على التيك توك لو دخلنا برضو على التيك توك بتاع جبس مصر هنلاقي برضو الموضوع هو ان هو برضو ما شالش فيديوهات المسلمين، ان هي برضو لسه كل الاكونت كل الفيديوهات اللي موجوده على الاكونت فيديوهات المسلمين. طب ما حدش بقى واحد هبيت كده يخش يقول لي لو مسحت الفيديوهات القناه هتبوظ وشغلها القديم كله هيبوظ. لا مفيش منه الكلام ده اخويا. عامه لو هي عايزه تمسح اي حاجه صله بينها وبينه، او مبدئيا ممكن تخش تخفي الفيديوهات عامه، يعني عشان تبين للجمهور ان هي خلاص ما بقتش تكلمه، ودوت مش هيعمل حاجه في الشانل بتاعها ولا هيقفل لها حاجه ولا هيبوظ لها حاجه، وكده كده اصلا هي ما عندهاش علامه توثيق، فهي عادي ممكن تمسح اي فيديوهات او تخفي اي فيديوهات هي عايزاها. والناس اللي بتتابعها عشان المسلمين، مش بتتابعها عشان الفيديوهات اللي هي رفعها قبل كده، تمام؟ والفيديوهات اللي هي رفعها قبل كده يعني ولا هتجيب لها فلوس ولا هتجيب لها حاجه، فيديوهات مرفوعه وخلاص. المفروض بقى هل تخفيها او تمسحها، المهم ده لو الموضوع حقيقي. وعند جبس مصر هنقول مثلا ان هو سايب الفيديوهات عشان هو لحد دلوقتي عمال يلمح ان هي عايزه ترجع، عمال يلمح ويقول ايه احنا ان شاء الله هنرجع المسلمين، ان شاء الله هنرجع للمسلمين، ان شاء الله مش عارف ايه، عشان لما يجي يرجع للمسلمين ويرجعها للموضوع تاني او يقول ان ده كان مقلب او ما يقولش ان هو كان كذاب في حاجه وان هو كان بيقول ان احنا هنرجع المسلمين. طيب لو وصلت معانا لاخر الفيديو لحد دلوقتي، طبعا انت عارف هتعمل ايه. لو الفيديو عجبك انزل دلوقتي ارزع لايك يا زميلي، ارزع لايك ووصل الفيديو دوت ل 200 لايك بعد اذنك. انا عندي 26000 ما بطلبش منك توصل الفيديو 1000 لايك، لا بقول لك وصل الفيديو 200 لايك بعد اذنك يا زميلي. ولو انت مش مشترك في القناه يبقى انت كده يا زميلي مش اصيل، او انت كده مش برنس، او عيب عليك ان انت تتفرج على الفيديو لحد دلوقتي كنتش عامل اشتراك في القناه. انزل يا اسطى اعمل اشتراك في القناه، احنا خلاص فاضل لنا مش حاجات بسيطه، حاجات لسه شويه بس يعني مش بعيده على ربنا احنا نوصل 100000 بكره، والله مش بعيد. انزل اعمل اشتراك يا زميلي عشان ناخد الدرع مع بعض. اشوفك الفيديو الجاي، سلام. حاولوا تحبطوني برضو مش هتوقفوني، بسكم تسيبوني فين دماغكم شيلوني، اسأل صاحبك اسأله تيجي قدامي تفشلوا. حاولوا تحبطوني برضو مش هتوقفوني، ربك بيريد حب الناس بيزيد، شكلك ما جيتش